بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واللي يستفيد منه ما ينساش يدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة. بنراجع دلوقتي سيكشن دي اللي هو الانتربرايز ريسك مانجمنت، اللي كان مكون من 3 مواضيع. اولا كان بيعرفنا انواع الريسك المختلفة، وبعدين ازاي نمانج الريسك ده، واخيرا ورانا الفريم ورك اللي عمل انتجريشن للريسك مع الاستراتيجي والاوبجكتيف بتاع كوزو اللي هو الانتربرايز ريسك مانجمنت، وطبق الريسك مانجمنت مش بقى على مستوى كل ادارة فردية، لا على مستوى الانتربرايز كلها، عشان كده اسمه انتربرايز ريسك مانجمنت. نبدا اول حاجه بانواع الريسك اللي اختصرناهم في المنومينيك ده، اللي هو بص في كلب، اللي هو البي فور بزنس ريسك. وده انا هنا بقى وانا براجع كتبتها لك من حيث الحلول، يعني اللي هو انت لما بتيجي في الاسئله وتحل هل البيزنس ريسك بيبقى من ضمن الحلول؟ لا، لان البيزنس ريسك ده بيشمل كل انواع الريسك اللي جايه، لان انت هنا قصدنا بيه ايه؟ ان البيزنس ما يحققش هدفه خلاص، فالبيزنس ما يحققش هدفه بكل الانواع اللي جايه. امال الاو بقى قال لي من هنا ده الكلام ده اكتر واحد هتلاقيه في الحل، اكتر واحد هتلاقيه في الاسئله بتاعت الانتربرايز ريسك مانجمنت هو الاوبريشنال ريسك. اشمعنى؟ قال لي لان ده اللي بيتعامل مع البي بي اس. قلت له ايه البي بي اس؟ اللي هم البيبل والبرودكت والبروسيس، سوري، بيبل وبروسيس وسيستم. والثلاثه دول بيبل وبروسيس وسيستم اللي بيطلعوا لك ايه في الاخر؟ بيطلعوا لي البرودكت النهائي. فاي حاجه بتعوقك وبتخلي البيبل اللي عندك مستواهم مش على المستوى المطلوب، او البروسيس متصممه بطريقه مش efficient، او السيستم نفسه فيه اي اختراق وفيه اي مشكله، او السبلاير اللي بتتعامل معاهم، او الكاستمر. بص اي حاجه ريليتد بشغلك، حتى انت يا اكاونتنت لما تيجي تعمل بنك ريكونسيليشن مش عارف تعملها، اي حاجه ما تمكنكش من اداء شغلك بالشكل المطلوب، او تخلي شغلك تطلع البرودكت بتاعك فيه ديفوهات، فيه اي حاجه غلط، يبقى ده بنقول عليه اوبريشنال ريسك. وده بقى بيسمع في حاجات تانية، يعني دايما تلاقي الاوبريشنال ريسك ده راشق مع حاجات تانية، يعني راشق مثلا مع الاس اللي بعديه، راشق مثلا مع السي، مع الاس والسي افتكرها، مع الاستراتيجيك ريسك ومع الكومبلاينس ريسك. ايه بقى الاستراتيجيك ريسك؟ قال لي الاستراتيجيك ان انا ما اقدرش احقق استراتيجيتي، اللي هو انا باني خطتي على ان انا عايز اشتغل بالديفرنشيشن مثلا، مع بتمييز المنتج، ومش عارف اميزه. الكومبيتيشن اللي حواليا جامده جدا وعمالين يعملوا تمييزات اعلى مني. عشان كده بقول لك ده غالبا بيبقى موجود في الاسئله بنسبه 20% وانت بتجاوب. وعموما تعرف الكي وورد بتاعته منين؟ لما تلاقيه بيتكلم على الماركت، لما تلاقيه بيتكلم على الكومبيتيشن، يقول لك الماركت شير بتاعنا بقى مهدد، الكومبيتيشن حوالينا عاليه. وساعات بيجيبوه مع الاوبريشنال، لان الاوبريشنال لو كان اورينتد بالحاجات الانترنال، ما هي الانترنال بعد كده بتسمع في حاجات اكسترنال برضو، ما هو الاستراتيجيك دوت اورينتد اكتر بالحاجات الاكسترنال. فانت لما الانترنال عندك بايظ يطلع لك اداء بره بايظ، فالاتنين دول ساعات بيجوا مع بعض. امال الاف بقى ستاند فور وات؟ قال لي فاينانشال ريسك، ودي اللي عملنا لها مينومينيك، اللي هو بنختصره في ايام ناكل ندب. ايه ايام ناكل ندب ده؟ احنا لما بناكل بندب، يعني اللي هو كل حرف منهم لريسك معين ريليتد بعملية الفاينانس، عملية التمويل. اللي هو انت وانت بتمول بتبقى خايف من ايه؟ خايف من تقلبات الانترست، صح؟ خايف من الماركت اللي انا بطبع الستوك وبرميه فيه، مظبوط، وبيبقى فيه بيتا بقى، والبيتا ليها معاملات وانت عارف الكلام دوت من سيكشن بي خلاص. خايف من الستوك نفسه، من النون ماركت ريسك. خايف من الكريدت ريتنج اللي احنا بنتحط فيه التصنيف بتاع الكريدت، وان احنا نعرف نجيب مصادر للتمويل. خايف من الليكويديتي، ان انا ما اعرفش احول الفلوس بتاعتي بسرعه ويبقى تحت ايدي كاش. خايف من الديفولت ريسك، ان انا ابيع لزباين وابقى عارف ان هم هيتوقفوا عن السداد. وخايف من البرايس ريسك، والبرايس ريسك ده بنقول عليه كومبوزيت ريسك من كل دول. قلت له ممتاز. امال ايه الاتش بقى؟ قال لي الاتش الهازارد ريسك، والهازارد دي الحاجات الانشورابل اللي اقدر امن عليها، وده بيبقى موجود برضو بنسبه بسيطه، يعني بقول لك 10%. المهم تبقى عارف ان ده الحاجات اللي بتقبل للتامين، زي البروبرتي، الممتلكات، المباني، المصانع، المكن، العربيات، الحاجات دي كلها نقدر نامن عليها. نامن عليها هي، او نامن على مديرين، ناس احنا خايفين ان دول لو فقدناهم هنلجأ او
هنخسر حاجات كتير فتأمن عليهم وتعمل بوليسي التأمين على الحياة، او تأمن تجاه الاضرار بالغير، بنقول عليه liability hazard. ايه liability او liability insurance؟ ان انا امن لو حصل ان واحد من المباني اللي عندي وقع وطربق على دماغ العمال اللي جواه، فالعمال دول هيطلبوا تعويضات، فانا ابقى مأمن نفسي الاقي حد يدفع التعويضات معايا. او كل دي هازارد ريسك. امال ايه الكومبلاينس؟ قال لي دي ريليتد بقى بالكونتراكشوال، العقود والاتفاقات التعاقديه، وان انت ماضي على نفسك اتفاقات معينه، فلو خالفت اي اتفاق من دول او اي شرط من دول اعرف ان انت كده بتبقى معرض لريسك اللي اسمه كومبلاينس ريسك. وده بيبقى ريليتد قوي برضو مع الاوبريشنال ريسك، لان انت معظم شغلك بيبقى بعقود، صح ولا لا؟ فاربطها كده، ده بيجي ساعات بنسبة 10% وغالبا بيرتبط بالاوبريشنال ريسك. اما الليجل ريسك فده اي حاجة تدخلك ساحة القضاء، اي حاجة تخلي شركتك تتعرض وتبقى مهددة للليتيجيشن، ان انت تطالب بتعويض نتيجة الاضرار بالغير. وهنا ده نقدر نقول عليه اوسع من الكونتراكشوال او من الكومبلاينس ريسك. ليه؟ لان انت في حاجات بتبقى مش تعاقديه وممكن تخش بيها ساحه القضاء، زي الاضرار بالغير مثلا، زي الاضرار البيئيه، زي الحاجات المجتمعيه، حاجات ملهاش تعاقد ولكن ممكن تطالب بتعويضات عنها. اما اخر واحد بقى البوليتيكال ريسك، قال لي ده اللي ريليتد بالسلطات والدول والقوانين والريجوليشن والتاكس والامبورت ديوتيز والحاجات بقى اللي ريليتد بالدول. واخطر حاجه فيه الاكسبروريشن، لو تفتكر اللي هو التأميم، خطر التأميم. قلت له ممتاز. امال ايه التبر اللي تحت ده؟ هاو تو مانج الثلاثه دول بقى تحديدا، الاوبريشنال ريسك والفاينانشال ريسك والهازارد ريسك. ازاي نمانج الثلاثه دول؟ قال لك بص، بالنسبه للاوبريشنال انت مش قلت لي هو ريليتد بالبي بي اس اللي بيطلع البرودكت؟ ايوه. فالبيبل لما تحب تمانج الريسك بتاعهم، شوف البيبل ناقصهم ايه واعمل لهم تريننج، نقي البيبل الكويسين من الاول، اعمل هايرنج لناس تبقى مطابقه للستاندرز اللي انت عايزها، والبروسيس حاول تعمل عليها انترنال كنترول يبدا يطلع لك اي ديفيشنسي موجود في البروسيس او في السيستم اللي انت بتشتغل عليه. وخدنا في الانترنال كنترول حاجه اسمها سيستم كنترول كامله، اللي كان فيها الجنرال كنترولز والابلكيشن كنترولز والفيلم الكبير ده. والبرودكتس حاول تعمل دايفرسيفاينج للبرودكتس اللي انت بتقدمها، وتقدم كل شويه حاجات جديده عشان تلقى الاذواق كلها. يبقى انت كده حاولت فعلا تمانج الاوبريشنال ريسك. طب والفاينانشال ريسك؟ قال لي كل حاجه ليها حاجه. يعني انت مش قايل اي ام ناكل ندب؟ طب الانترست ممكن تلجا لبدل الفيكسد انترست للفلوتنج ريت، الريت المتقلب. يبقى انت حميت نفسك من اي من الثبات على معدل فايده واحد. الماركت ريسك حاول تعمل ديريفاتيف، حاول تعمل اوبشن عشان تبدا تهج تجاه اتجاهات السوق. النون ماركت ريسك ده اللي بنواجهه بالدايفرسيفاينج، بالتنويع. واحنا فاكر المينومينيك بتاع الدانس؟ ايوه، ان الدايفرسيفايبل الان سيستماتيك اللي هو النون ماركت، صح؟ والماركت بيبقى نون دايفرسيفايبل. فانت دوت تواجهه بالدايفرسيفيكيشن. الكريدت ريسك ممكن تنهانس الريتنج بقى، حاول تحسن الريت بتاعك بانك تلتزم بمواعيدك، تدفع البرنسبل في مواعيده، تدفع الانترست اللي عليك في ميعادها. ليكويديتي، حاول تستثمر اكتر في الوركينج كابيتال وتزود الوركينج كابيتال بتاعك. والديفولت ريسك انك تسلكت الكاستمرز بشكل كويس وما تعرضش نفسك لناس الكريدت وورثنس بتاعهم ضعيف، وهكذا. اما الهازارد ريسك تعمل له مانج ازاي؟ ما احنا قلنا بالانشورنس، بان انت تنشور بقى، تعمل بوليسي للتامين. وعندك 3 انواع: هازارد انشورنس وليابيليتي انشورنس وليابيليتي هازارد انشورنس. ايه الفرق ما بينهم؟ هازارد انشورنس انت بتامن على البروبرتي، على الممتلكات بس. ليابيليتي انشورنس بتامن على الاضرار بالغير، على البيبل. الليابيليتي هازارد انشورنس بتامن على الاثنين، على البيلدينج لو وقع والناس نعوضهم ازاي. يبقى بيعوضك عن البيلدينج نفسه وعن الاضرار بالغير. قلت له حلو قوي. افتكرنا اهو انواع الريسك، وريتك كمان المانجنج الريسك. لو تفتكر في ورق الشرح او في كتاب الشرح بتاعنا كانت الحته دي محطوطه في اخر السكشن، انا جبتها هنا ورا الريسك عشان تربط الكلام ببعضه بقى.
بعد كده انتقلنا للنقطة التانية، مانجنج الريسك نفسه. ولما نتكلم عن مانجنج الريسك عايزك تفتكر الثلاث خمسات. ثلاث خمسات، ايوه ثلاث خمسات. ايه الثلاث خمسات دول؟ الخمسة الاولانية الميثودولوجي اللي هنتبعها للمانجنج للريسك في اي حاجة، اللي هي انا بحب المربى لو تفتكر. ايوه، ايدنتيفاي، اي مربى اهي، MRBA. ايه بقى؟ identification, assessment, prioritization, response and monitoring. again identification, assessment, prioritization, response and monitoring. كرروا معايا تاني كده: identification, assessment, prioritization, response and ايه؟ مونيتورنج. دي اول خمسه. الخمسه الثانيه 5 انواع للريسبونس، ودي بنستخدم معاها جهاز الارترا ساوند. ايه الارترا دي؟ اهو: avoid, reduce, transfer, retain and accept. again avoid, reduce, transfer, retain and accept. امال الخمسه الثالثه؟ قال لي لا، الخمسه الثالثه دي مكونات الانتربرايز ريسك مانجمنت، الاطار اللي هناخده في النقطه الثالثه في السكشن ده، اللي هم الكوبري: الكالتشر والاوبجكتيف البرفورمانس والريفيو والانفورميشن. ايه دول؟ هنقولهم كمان شويه، بس انا عايزك من هنا ورايح اهو الثلاث خمسات دول زي اسمك. خلاص، اول خمسه منهم بقى خلينا نبدا. اولا المانجنج الريسك ليه منهجيه بتاعت انا بحب المربى اهو: identification, assessment, prioritization, response and monitoring. ايدنتيفيكيشن يعني ايه؟ يعني تبدا تشوف المنطقه اللي انت بتدرس الريسك بتاعها وتجس النبض كده وتشوف هو ايه الريسك اللي محتمل هنا، ايه الريسك الاميرجنت هنا، ايه الريسك اللي احنا احتمال نواجهه، سواء كان جديد او ريسك احنا عارفينه من قبل كده بس عايزين نقيمه هو لسه موجود ولا لا. ونقيم الكلام ده ازاي؟ عندك بقى تولز بالهبل، عندك البرين ستورمينج سيشن، عندك الانترفيوز اند سيلف اسسمنت، عندك الفاسيليتيت ورك شوب. كل دي اجتماعات بتقعدوا تتكلموا وتتناقشوا فيها وتقولوا المنطقه ديت في احتمال نتعرض للريسك كذا او كذا او كذا. عندك بقى الريسك كويشنير اند ريسك سيرفي، ان انت تعمل دراسه مسحيه وتبدا تتقصى من الناس نفسها، انت شايف المنطقه ديت احتمال نتعرض فيها لمخاطر شكلها ايه. عندك بقى تولز زي السيناريو اناليسيز والسنسيتيفيتي اناليسيز والحاجات اللي انت هتشوفها معايا في سيكشن اي وعدت علينا كمان في سيكشن بي قبل كده. التولز الاحصائيه دي كلها اللي تقدر تستخدمها علشان تاسس الريسك بتاعك موجود بنسبه قد ايه. عندك البروسيس فلو اناليسيز. عندك بقى اتنين تانيين زي الايفنت انفنتوري واللوس ايفنت داتا. ايه دول؟ ايفنت انفنتوري اللي انت تبقى عارف من الصناعه بتاعتك المواقف دي بتبقى معرضه لريسك شكله ايه. الغرف التجاريه بقى والحاجات دي تبقى مدياك تلميحات وزي ما نقول ايه الخبره السابقه بتاعت الشركات التانيه، او ان انت عامل سجل لكل الخسائر بتاعتك انت بقى، الاحداث اللي عرضتك للخسائر او اللوس ايفنت داتا بتاعتك انت بتبقى مسجله عندك كدروس مستفاده عشان ما تكررش البلاوي دي تاني. ده غير بقى لو دخلت الاي تي في الموضوع هتلاقي ادوات زي الداتا كابشرنج، زي الكوجنيتيف كومبيوتيشن، ودي بقى ادوات غالبا بتبقى كوانتيتيف، يعني الادوات اللي فاتت دي معظمها كواليتيتيف في طبعها. الايدنتيفيكيشن المرحله دي معظم التولز بتاعتها كواليتيتيف بتوصف حاجه معينه، لكن لما تحب تستخدم حاجات كوانتيتيف وفيها ارقام ممكن تخش بقى على الداتا كابشرنج والكوجنيتيف كومبيوتيشن والكي انديكيتور، دي كلها بيبقى فيها الاي تي عالي شويه. بعد ما عرفت وحددت الريسك بتاعك موجود فين وانواعه ايه، تبدا تاسس بقى بناء على ايه؟ بناء على ثلاث حاجات: البروبابيليتي والسيفيريتي والكومبلكسيتي. هو احتمال وقوعه كام في المية وشدته شكلها ايه، يعني الامباكت بتاعه. المونيتري يونتس بقى تبدا تقيسه بفلوس، تقول ده هيخسرني قد ايه. واخيرا الكومبلكسيتي بقى، هل هم يعني كاخطار ليهم علاقه ببعض، والخطر ده لو حصل هيسمع في خطر تاني ولا لا، وهل هيكرر بقى مخاطر ورا بعض كتير توقع الشركه كلها. فهي دي معنى الكومبلكسيتي. وهنا عندك لتقييم الخطر وسائل كواليتيتيف ووسائل ايه؟ كوانتيتيف. الوسائل الكواليتيتيف اهمهم الهيت ماب ريسك. ايه بقى الهيت ماب دي؟
زي ما انت شايف كده ان انا ببدا ارتب الريسك من حيث بعدين، المونيترالي امباكت والبروبابيلتي او اللايكهود اللي هو الاحتمال، احتمال وقوعه واثره. والاثر ده بالمناسبه لما تيجي تقيسه يا بتقيسه بالانهيرنت ريسك او بالريزيدوال ريسك، اللي هو انت الريسك اللي هيفضل قد ايه بعد ما تعمل ريسبونس من الالترا ساوند اللي هنشوفهم كمان شويه، لان انت اكيد هتعمل ريسبونس وهيتفضل لك ريسك، لان احنا مش بن اليمينيت، احنا جاست بن ميتيجيت. فاكر؟ ايوه افتكر معايا، احنا في الريسك ده احنا مهما عملنا من ريسبونسز احنا ميتيجيت مش اليمينيت. طيب انت بقى لما تقيس الامباكت بتاعك يا بتقيسه زي ما قلت لك بالريزيدوال ريسك او بالانهيرنت ريسك اللي في الايفنت نفسه، وتقيس لي قصاده البروبابيلتي وتبدا ترانك وتحط لي بقى يبقى الريسك ده في المنطقه الخضراء او في المنطقه اللي بتلسوع او في المنطقه اللي بتاكلك الحمراء اللي تاكل الشركه كلها. فبيبقى ده خطر لازم تاخد قصاده ريسبونس وريسبونس عاليه كمان علشان تعرف تتجنبه. حاول على قد ما تقدر تافويد الريسك ده، لان الريسك ده لو وقع انت الشركه مش هتقوم لها قومه بعد كده. اما الريسك اللي من النوع اللي بيلسوع على الاصفر ده ممكن تعمل له ريدكشن، ممكن تعمل له ترانسفير، ممكن تعمل له ريتين، ممكن تاكسبت لو انت راجل بقى اجريسيف وعندك المخاطره عاليه عشان تحقق ريتيرن عالي. اما الاخضر ده غالبا بتعمل له اكسبت لانه ما بيبقاش مهدد قوي يعني. من الوسائل التانية كوانتيتيف ريسك زي الفاليو ات ريسك، الكاش ات ريسك، الايرنينج ات ريسك، دي كلها وسائل بتحاول ترسم لك البروبابيلتي بتاع الريسك بتاعك في شكل البيل كيرف، ان انت تشوف لي الاحتمالات، احتمالات وقوعه كام في المية. والبيل كيرف ده انا عملته قبل كده كذا مرة وانا بشرح، بس قلت اوريهولك بقى، اللي بيبقى متقسم تحتيه كمية الاحتمالات. طبعا الميو دي اللي هي الوسط، اللي هو القيمة المتوسط بتاع الايفنت بتاعك، وسط ومتوسط وقوعه كام او الفاليو بتاعته قد ايه. والمشاهدات بتاعتك بتبدا تنحرف عن المتوسط ده بستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن ده اللي بنقول عليها السيجما. لو كانت 1 سيجما من هنا و1 سيجما من هنا فانت بتقول ان انت واثق بنسبة 68%. اهي الحتة دي المنطقة الخضراء دي بنقول عليها كونفيدنس انترفال، اللي هي فترة ثقة. انا واثق بنسبة 68% ان الايفنت ده هيحصل في المنطقة دي. لو زودت السيجما وعليت الانحرافات، عليت الستاندرد ديفيشن، يعني خليته 2 سيجما شمال و2 سيجما يمين، فثقتك بتزيد، بتقول لا ده انا ثقتي بقت 95%. لو عليتها اكتر بقت 3 سيجما يمين و3 سيجما شمال، بقت الثقه بتاعتك 99. اظن كده فكره ال6 سيجما بدات تبان كمان. انت عارف ان ال6 سيجما ديت تول من التول بتاعت الكواليتي كنترول يعني. فال6 سيجما انت بتحاول تحط 6 سيجما يمين وشمال عشان توصل وتقرب لل100% ويبقى زيرو ديفكت. تمام؟ دي الفكره بقى بتاعت الكونفيدنس انترفال اللي اتكررت معانا كذا مره. وعموما اكدنا في المنطقه دي على ان الريسك لما بتيجي تقيمه اعرف ان الريسك بيتحدد بحاجتين، والحاجتين دول علاقتهم طرديين مع الريسك، فولاتيليتي والديوريشن. كل ما الفولاتيليتي تزيد والديوريشن يزيد كل ما الريسك بتاعك نقول عليه ان هو عالي وبيبقى شدته قويه. طب بعد ما عرفنا نأسس الريسك بتاعنا نبدأ نبريوريتايز، نرانك بقى، نرتب. ونرتبهم بناء على ايه؟ هنا فرقت لحضرتك ما بين 3 أو 4 مصطلحات: الاكسبكتد لوس والانكسبكتد لوس والماكسيمم بروبابل لوس والماكسيمم بوسيبل لوس او الكاتاستروفيك لوس اللي هي الخسائر الكارثيه. خلينا اجيبهم من الاخر. الكاتاستروفيك لوس او الماكسيمم بوسيبل لوس ان انت لو عندك بيلدينج انت خايف عليه، لو البيلدينج ده وقع خالص، اللي هي الماكسيمم كاباسيتي او بنقول عليها الريسك كاباسيتي، اللي هو انت طاقه الريسك بتاعتك اخرها ايه؟ ان البيلدينج يقع خلاص. لو انت مثلا بتجيب بيلدينج وبتأجر الشقق بتاعته، فانت اقصى خساره تخسرها البيلدينج يقع على دماغك خلاص كده، يبقى البيلدينج نفسه هو الريسك اقصى خساره محتمله او واحتمالها ضعيف. خلي بالك، لان انت لو تفتكر معايا من بارت 1 كنا عارفين ان البوسيبيليتي والبروبابيليتي الاحتمالات بتقيس الاحتمالات بمعدلات مختلفة. يعني البروبابل بيبقى مور ذان 80% لو تفتكر، والبوسيبل بيبقى 50-50 50 في 50.
فانت هنا ده الاحتمال الاضعف، اللي هو انت اقصى خساره كارثيه ممكن تتحملها باحتمال ضعيف جدا. اما اللي احتمالها قريب ايه؟ ان البيلدينج نفسه ما يشتغلش، لو انت باني بيلدينج وبتأجر الشقق زي ما قلنا، ان ما يجيلكش زباين، ان البيلدينج يتهالك، ان البيلدينج مش عارف ايه، فبنقول عليها ماكسيمم بروبابل لوس. امال ايه بقى الاكسبكتد لوس والانكسبكتد لوس؟ قال الاكسبكتد لوس دي زي الاكسبكتد فاليو بالظبط. انت بتشوف لي بقى اللوس المتوقعه قد ايه واحتمالات وقوعها، وتضرب اللوس في احتمالاتها وتجمع، يبقى انت جبت الاكسبكتد لوس. ممتاز. امال ايه الانكسبكتد؟ قال لي بص، مش انت عندك ماكسيمم بوسيبل لوس كنت حاسبها من شويه؟ مظبوط. وعندك اكسبكتد لوس انت لسه حاسبها باحتمالات؟ مظبوط. قال لي لو خدت الماكسيمم بوسيبل لوس وشلت منها الاكسبكتد لوس، انت كده بتجيب الانكسبكتد لوس. الا اذا لو كنت انت عامل انشورنس، شيل الحته الانشورابل كمان، ان الانشورنس ممكن يغطي قد ايه، يبقى انت كده بتجيب الانكسبكتد لوس الصافيه، اللي هو الخسائر الغير متوقعه بقى. طب ليه يعني؟ هو المصطلحات دي هتنفعني في ايه؟ طبعا هتنفعك وانت بتبريورتايز الريسك بتاعك، تقول بقى مين اللي ليه اولويه قبل التاني. فلازم تبقى عارف كل واحد الاكسبكتد لوس بتاعته قد ايه، وبعد ما عملت البريورتايزيشن تبدا تاخد ريسبونس معينه، والريسبونس بانك يا اما تقول انا هافويد، بالذات لو كان من الحته اللي بتاكلك الحته الحمراء دي، يا اما تريديوس بانك تحط اكشن معين، تقول البيلدينج ده انا هبدا اروح مثلا اعمل له صيانه دوريه عشان ما يحصلوش تهالك زي ما قلنا من شويه. لو هو في منطقه تعرض لفيضانات هبني حواليه سور عالي علشان لو حصل فيضان ما يجيش الميه عليه، وهكذا. او تترانسفير بانك زي ما قلنا تعمل ايه؟ انشورنس، تروح لشركه تامين وتقول لهم انا عايز امن على البيلدينج عشان نخلص كده وانتوا اللي تشيلوا الريسك. والترانسفير ممكن يبقى ترانسفير او شير، خلي بالك عشان الاسامي تختلف. ترانسفير انت نقلت الريسك في شركه التامين بالكامل، والكفرنج بيعمل لك كفرنج 100%. اما الشير تشيره سوا، تيجي شركه التامين تقول لك انا هكفر بنسبه 80% وهيفضل 20% خساره انت لسه بتشيلها، فاللي انت لسه شايله ده ممكن نقول عليه ريتنشن بقى، ريتنشن. وساعات انت بتشيلها بمزاجك، زي لو تفتكر في فيديو الشرح لما قلت لك البيلدينج دوت لو كان تحتيه مثلا جراج، فانت تيجي على الجراج اللي تحت منه ده اللي في البدروم تحت، انت عارف ان الجراج ده مهما حصل مش هيتعرض لريسك عالي قوي يعني زي البيلدينج، فتقول له لا انا عايزك تامن لي على البيلدينج والجراج لا، طلعه بره الحسبه. انت كده بتريتين الريسك. اما لو انت قلبك ميت وعندك استعداد تتحمل مخاطر عاليه في سبيل الاستمتاع بالريتيرن العالي، فعليك وعلى الاكسبت للريسك، ان انت تقبل الريسك. ممتاز. وشركتنا الجميلة في اختيارها للريسبونس المناسب غالبا الاختيار دوت بيتوقف على حاجتين تانيين، قلت له مين ومين؟ الريسك توليرانس والريسك ابيتايت، اللي هو انت سامح بريسك قد ايه، او عندك سماح ان انت يحصل فارينس قد ايه عن الاوبجيكتيف اللي انت عايز تحققه، وفي نفس الوقت انت تقدر او عندك شهية تتحمل مخاطر قد ايه. ما انت عارف ان الريسك على قد ما تتحمل ريسك على قد ما هيجي لك ريتيرن. فلو الاتنين دول عاليين بنقول عليك ريسك سيكر او ريسك لافر، اما لو الاتنين كانوا متوسطين نقول عليك ريسك نيوترال او انديفرنت، ولو كانوا قليلين خالص بنقول عليك ريسك افيرس او ريسك اللي هو انت كونسرفاتيف بقى، انت متحفظ خالص. فانت انهي نمط، انهي اتيتيود في اتجاهك للريسك، لان الاتيتيود ده هيحكمك وانت بتختار الريسبونس. خلي بالك، والحكم دوت بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه حاجتين تانيين، الريسك توليرانس والريسك ابيتايت، عشان ترتب بقى المصطلحات كده في دماغك. وبكده يبقى تاني 5 خلصت. وبعد ما تطمن وتاخد الريسبونس ما تقولش انا كده عملت اللي عليا وخلاص وتخلع ابدا، لازم تمونيتور وتراقب وتبدا تبص بقى على الحاجات اللي انت عملتها كريسبونس، هل مناسبة وهل هي موجودة فعلا، هل هي بريزنتنج موجودة في الديزاين وفي الامبليتيشن، بتطبق بجد ولا مجرد كلام على ورق. ولو بتطبق بجد هل هي مناسبة وما زالت شغالة، ولا الموضوع بدأ يتقادم والمفروض نحسن الريسبونس بتاعتنا لان الريسبونس ديت ما بقتش لايقة عليه. عشان كده انت لازم تطمن على البريزنتنج والفانكشننج، ان هو شغال وكونتينيو تو اوبريت، ان هو فعلا بيشتغل وبيحقق الهدف المرجو منه. ويمكن يساعدك في الحته دي التو لاينز من اللاينز بتاعت الدفاع، الديفنس لو تفتكر اللي كنا بنستخدمهم في الانترنال كنترول، اللي هم انهي وانهي؟
الفيرست لاين بتاع الاوبريشنال مانجمنت، الاداره التشغيليه اللي ايديهم في الشغل، لان هم دول اكتر ناس ايديهم بتتعرض للريسك. واحد زي السيلز ريبريزنتيتيف كده، رجل البيع، هو اللي واقف بيتعامل مع الزبون، هو اللي عارف الريسك اللي الشركه بتتعرض له في حته المبيعات دي عباره عن ايه. فدول اكتر ناس مؤهلين يعرفوك الريسك والريسبونس اللي انت واخده صح ولا لا. ووراهم يجي مين؟ الانترنال اوديتور. هتقول لي الله، طب في اللاين اللي كان في النص اللي كنا بنسميه البيزنس انيبلينج فانكشن لو تفتكر، قال لي يا فندم ده هم دول اللي يعني هم اللي مصممين اصلا الريسك مانجمنت، هم اللي عاملين كل الستبس اللي فاتت. فاحنا بنتكلم دلوقتي في مرحله المونيتورنج. لا، المونيتورنج اللي بيبص الفيرست لاين والثيرد لاين اللي هو الاوبريشنال مانجمنت والانترنال اوديتور. قلت له ممتاز. قلت له امال ايه ده؟ ايه الريسك اللي؟ قال لي لا، ده يا فندم مقياس للريسك بنستخدمه في المؤسسات الماليه، الفاينانشال انستتيوشن، اللي هو الاديكويت او الكابيتال اديكويت ريشيو. ودي ريشيو بنحسبها وبنستخدمها مع المؤسسات الماليه. اشمعنى يعني المؤسسات الماليه؟ لان دول بياخدوا فلوس من ناس وبيدوا فلوس لناس بس. فبتبقى عايز تطمن هل الفلوس اللي انت واخدها استخدمتها صح، وهل عندك من الفلوس اللي تقدر تسد بيها الديون اللي عليك ولا لا. فبنبص على تير 1 كابيتال اللي هو الكومن ستوك والريتيند ايرنينج، وتير 2 كابيتال اللي هو البريفيرد ستوك والاو سي اي والحاجات الفرعيه الثانيه، وتنسبهم لمين بقى؟ لللونز، القروض اللي انت مسلفها للناس اللي هي الاسيتس. يعني كانك بتقول ان انا ببص على الايكوتي تو اسيتس. والله انت دي بتشبه عليك مين؟ التانية كانت عكسها، اسيتس تو ايكوتي، اللي هي ايه؟ اسمه ايه ده؟ الليفرج، فاينانشال ليفرج ريشيو برسنتج. فاينانشال ليفرج برسنتج مش كانت عباره عن الاسيتس على الايكوتي؟ والله دي زيها بس المقلوب بتاعها. بناخد الايكوتي متصنفه على مستويين، تير 1 وتير 2، يعني ليفل 1 وليفل 2، ونقسمها على الريسك ويتد اسيتس. تبقى عارف بس كمعلومه، لان ما عليناش تفاصيلها بشكل عميق يعني. وبكده يبقى ما فاضلش غير ان احنا نبص على تالت خمسة اللي هي مين بقى؟ الكوبري. اللي هو كان اختصار ايه بقى الكوبري ده؟ اختصار الكالتشر اهو كالتشر، الاوبجيكتيف، البرفورمانس، الريفيو، والانفورميشن. دول اللي انا اختصرتهم في كوبري. ليه بقى كوبري كمان؟ لان حتى هو ليه طلعه اهو، وهتمشي على البادي بتاع الكوبري عشان يوصلك للهدف بتاعك، للنزلايه اللي في الاخر. قلت له ايه الطلعايه بقى بتاعتي؟ قال لي الطلعايه بتاعتك زي اي حاجه انت بتعمل لها استراتيجيك بلاننج، بتبدا من عند الميشن والفيجن والكور فاليوز، وتبدا تطلع على الكوبري بتاعك وتمشي عليه بقى بحرص، وتستخدم معاه 5 مكونات. ال5 مكونات منهم 2 سبورت و3 كومن، 3 عاديين كومن بروسيس. ال3 الوان دول، بص الالوان، الازرق والاخضر والموف، ازرق واخضر وموف، اللي هم مين ومين ومين؟ الاوبجكتيف والبرفورمانس والريفيو. طب ال3 العاديين دول معاهم 2 تانيين ناريين بيدعموا، زي العامل الحفاز كده في المعاملات الكيميائيه. مش كنت في اي تفاعل كيميائي بتقول عندك عامل حفاز بيحفز التفاعل؟ هم دول اللي بيحفزوا التفاعل، بيحفزوا تفاعل ال3 العاديين دول مع البادي اللي انت ماشي على الكوبري بتاعك. اللي هم ايه بقى الاثنين المحفزين دول؟ اللي هم الكالتشر والانفورميشن كوميونيكيشن اند ريبورتنج. الاثنين السبورتنج دول بيسبورت ال3 الكومن علشان تانتجريت مع الاستراتيجي ديفلوبمنت، مع البيزنس اوبجكتيف فانكشن، مع الامبلمنتيشن اند بيرفورمانس، عشان تحقق هدفك. نزلايه الكوبري بقى اوعى تقول لي نت اوبريتنج انكم، لا، ده انهانس الايه؟ الفاليو، بكل ما تشمله من الفيشمان اللي كانوا موجودين في الانتجريت ريبورتنج لو تفتكر، فاينانشال وانتلكشوال والسوشيال والمانيفاكتشرنج والناتشرال والانفايرومنتال. كل الفيشمان ما بقتش مجرد فاينانشال بس، لا، ده كل انواع الفاليوز. عايزين نعمل لهم ايه الفاليوز دي؟ قال لي عايزين نعمل لهم 3 حاجات، اللي هم ايه؟ ان انا عايز كرييت وبريزيرف اند ريلايز، ان انا اكريت الفاليو واحافظ عليها واوصلها للمستفيدين منها. لان انا يا فرحتي عملت فاليو ومحتفظ بيها عندي، لا، لازم اللي انا بعمل له الفاليو ده يحس بيها. فالريلايز ده ان انا اوصلها له. يبقى انا اكريت وبريزيرف وريلايز الفاليو، افتكرها كده خلاص.
الاهم بقى. يبقى انا عندي 5 مكونات، قولهم تاني كده: كالتشر اللي هي الثقافه، governance and culture, strategy and objective, performance, review and revision, information, communication and reporting. بيمشوا على كوبري مكون من ايه؟ من 5 حاجات تانيين. طلعات الكوبري mission, vision and core value. وتمشي على الكوبري عندك 3 حاجات اللي هم الاستراتيجي ديفلوبمنت، بزنس اوبجكتيف فورميوليشن اند امبلمنتيشن اند بيرفورمانس. يبقى هم 4 مش 5. وتنتهي في نهايه الكوبري بانهانسنج الفاليو. الفاليو بكل ما تحتويه، بان انت تعمل لها كرييشن وبريزرفيشن اند ريلايزيشن، تحقيق وتوصلها للناس عشان يحسوا بيها. كل مكون من دول بقى ليه شويه مبادئ، برنسبلز، هم 20 مبدأ. لازم تعرف توزع ال20 وتفتكرهم كويس، وتعرف كل واحد مكوناته كام واحد. يعني اول مكون الجفرنس اند كلتشر، الكلام اللي بقوله لك ده مهم جدا جدا. ال20 مبدأ تبقى عارف مين تبع ايه، زي اسمك بقى تحفظهم تعملهم. افتكر. انا عن نفسي دول برضو من ضمن الحاجات اللي اول ما هخش هكتبها في الورقة. فاكر قلت لك على الاولد سكول في سيكشن بي ان انت تكتب برضو مكوناته، اللي كان 2 برايس و2 ريت و2 ريسك، اللي هم الديوريشن وال اللهم صل على النبي والفولاتيليتي. لا هنا بقى انا عايزك تفتكر كل مكون تحت منه كم مبدأ والمبادئ بتاعته كانت ايه. نبدأ اول مكون الجفرنس اند كلتشر. حضرتك هنا في 5 مبادئ. اول مبدأ افتكرهم بقى، البي او دي، بورد اوف دايركتور اهو، والسي في، ان انت بتعمل سي في. ايه بقى البي او دي والبورد اوف دايركتور اول واحده ان انهانس البورد ريسك اوفر سايت. هو البورد اوف دايركتور دوره ايه؟ اهو اول واحده البورد دي، ان انا انهانس البورد ريسك اوفر سايت. هو دوره دور اشرافي، ولا بينفذ ولا بيصمم ولا بيصمم ريسك مانجمنت ولا حاجه، هو بيشرف بس على العمليه. فاحنا عايزين نطمن ان هو فعلا بيشرف عليها. تاني واحده ان انا كريت ان استابلش اوبريتنج ستراكشر، نعرف بقى الهيكل التشغيلي هنشتغل ازاي. تالت حاجه ان احنا نصمم او نديفاين الديزايرد كلتشر. ما هو اصلا المكون ان انت جفرنس اند كلتشر، صح ولا لا؟ يبقى المكون الثالث او المبدا الثالث بيتكلم على الديزايرد كلتشر. خلي بالك بيجي السؤال كده يقول لك هو ده تبع مين بس، فتبقى عارف وفاكرهم كويس. عشان كده انا هرددهم معاك كذا مره. رابع حاجه ان الفاليوز بتاعتك تبدا تحددها. اهو بقول لك demonstrate and commitment to a core value، ان انت تقول لي بقى الفاليو اللي انت ناوي تلتزم بيها. demonstrate commitment to core values. اخر حاجه رقم 5، انت لازم تعين عندك موظفين يقدروا يساعدوك على العمليه دي. عشان كده محتاجين ناتراكت اند ديفلوب اند ريتين كابابل انديفيدوالز او كابابل انديفيدوالز. تجيب لي ناس مؤهلين وعلى ثقه ان هم يقدروا يديروا عمليه الريسك مانجمنت دي بشكل فعال. يبقى المكون الاولاني الجفرنس اند كلتشر مكوناته 5 مبادئ: البورد اوفر سايت، الاوبريتنج ستراكشر، الديزايرد كلتشر، واخر حاجه demonstrate commitment to core value، واتراكت اند هايرنج اند ديفلوب capable individuals، يعني ناس مؤهلين. المكون الثاني الاستراتيجي اند اوبجكتيف، ده اسهل بقى بكتير وليه 4 مبادئ. ايه ال4 مبادئ؟ هو انت لما بتيجي تحط استراتيجي او اوبجكتيف لاي شركه، لو تفتكر من سيكشن بي في بارت 1، مش كنت بتعمل السوات اناليسيز علشان تدرس الكونتكست بتاع الشركه؟ ايوه، الكونتكست يعني هي في انهي سياق، ايه الانترنال سترينثز اند ويكنسز، ايه الاكسترنال اوبورتيونيتيز اند ثريتس، وتبدا تحدد لي الاوبجكتيفز بتاعتك. عشان كده بنقول لك انالايز بزنس كونتكست. يبقى افتكر ادي كونتكست، وافتكرها كنا قايلين عليها كازو، او كازو شبه الولا مازو بتاع مسلسل اللعبه. المهم يبقى الكونتكست ان انا ادرس الكونتكست بتاع الشركه علشان اعرف اقيم شركتي كويس، وابدا احط الاوبجكتيفز المناسبه ليها. وبعديها تديفاين الريسك ابيتايت. ما انت لسه قايل ان اي ريسبونس بناخدها في الريسك بتبقى معتمده على التوليرنس والابيتايت. فحضرتك قول لنا بقى مين الابيتايت، والابيتايت اللي بيحددها البورد اوف دايركتور، والمانجمنت هي اللي بتوصلها للناس.
البيزنس وتقول لهم احنا شقيتنا نقدر نستقبل مخاطر بقد كده. والمكون رقم 8 بقى من ال20 يعني والثالث هنا، ان انت بعد ما عملت كل ده تيفالويت الالترناتيف استراتيجيز، تبدا تشوف لي الاستراتيجيات اللي قدامك المتاحه ايه عشان نبدا نيفالويت ونقيمهم، واخيرا نفورموليت البيزنس اوبجكتيف. وهنا جايبين ترتيب الاوبجكتيف بعد الاستراتيجي، ماشي؟ يبقى المكون الثاني استراتيجي اند اوبجكتيف سيتنج، بتبدا بدراسه الكونتكست بتاع البيزنس، وبعديها تحدد الريسك ابيتايت بتاع البيزنس اللي بيحدده البورد اوف دايركتور، وتدرس الالترناتيف استراتيجيز المختلفه، واخيرا تديفلوب الاوبجكتيفز المناسبه ليها. ممتاز. المكون اللي بعده بقى البرفورمانس. بيرفورمانس اللي هو ايه؟ هتشغل بقى الانتربرايز مانجمنت، انتربرايز ريسك مانجمنت. والريسك مانجمنت نفسه كنت بتعملها ازاي؟ مش كنت بتقول بحب المربى؟ ايوه مربى، والله كنا بنقولها كده، مربى. ممتاز. قال لي نفس الكلام بس اخينا خنف شويه، بدل الام دي بقت بي. ليه؟ لان الام بقى ليها خطوه لوحدها، المونيتورنج بقى ليها ريفيو اند ريفيجن، صح ولا لا؟ هنقول بقى انا بحب المربى بس بدل الام بقت بي. ايه دول؟ قال لي ايدنتيفاي واسس وبريورتايز، نفس الكلام اهو، وامبلمنت ريسك ريسبونس، اهي ريسبونس اهي الار، والاخيره بورتفوليو فيو. قلت له ايه بقى البورتفوليو فيو؟ نظره على مستوى الانتربرايز بقى كله. ده هي دي الحته اللي تهمنا في الفريم ورك ده. هو الفريم ورك ده جه ليه؟ جه علشان ينتجريت عمليه الريسك مانجمنت على مستوى البيزنس كله، مش على مستوى حته حته جواه. لا 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 لا، عايزين نعمل انتجريشن على مستوى البيزنس كله. عشان كده قال لك هات لي الام بقى نعمل ريفيو لوحدها، ونحط البي الجديده دي ان احنا نعمل بورتفوليو فيو، نبص على الريسك على مستوى البيزنس ككل ونعمل له محفظه كامله. يبقى انا عندي 5 مبادئ هنا اهو، وصلنا لرقم 14. البرفورمانس دي سهله لان كلامها مكرر. ايدنتيفاي الريسك واسس سيفيريتي اوف ريسك، بريورتايز الريسك، امبلمنت ريسك ريسبونس، واخيرا بورتفوليو فيو. تخش بقى على الريفيو والريفيجن هتلاقي 3 حاجات. قلت له مين بقى ال3 حاجات؟ ال3 حاجات اللي هنفتكرهم ان بيخلوك تعيط من فرط اللذه بتاعت المربى اهو. كراي كراي، افتكرهم كده، ها؟ كراي. ايه كراي بقى؟ اللي تشينج، السبستنشال تشينج اللي مطلوب. حضرتك بعد ما عملت الريسبونس بتاعك وعملت البورتفوليو ريسك والشغل الجميل ده، انت محتاج تغير ايه في البيزنس؟ محتاج تغير ايه في الريسبونسز بتاعتك؟ وبعد ما تعرف محتاج تغير ايه، محتاجين بقى ريفيو الريسك اند بيرفورمانس، عايزين نراجع. وزيه زي اي سيستم في الدنيا، الانتربرايز ريسك مانجمنت لازم يفضل يتقيم باستمرار، فعايزين محتاجين نقيمه وما نسيبهوش على وضعه، ونعمل له ايه بقى؟ continuous improvement in الاي ار ام، الانتربرايز ريسك مانجمنت، زي اي سيستم. والسيستم مش هيعرف يتقيم ولا يتحصل له امبروفمنت من غير المكون الناري الاخير، الداعم الاخير. يبقى انت عندك الاثنين الداعمين الناريين هم الكالتشر، واخر واحد هنختم بيه مين بقى؟ انفورميشن كوميونيكيشن اند ريبورتنج، توصيل المعلومات ما بين كل الاطراف. ان انت تليفرج الاي تي، تبدا تستخدم الاي تي بكثره، وتبدا تستغل بقى الاي اي والارتفيشال انتليجنت والتطورات اللي احنا عايشينها في انك تستخدمه في حته الانتربرايز ريسك مانجمنت. ان انت توصل المعلومات بره وجوه، كوميونيكيت انفورميشن انترنالي اند اكسترنالي. وان انت تريبورت اون ريسك والكالتشر والبرفورمانس، تبدا تعمل لي ريبورت اللي هم ال سي ار. افتكر بقى، يبقى ال سي ار وكراي، وهنا انا بحب المربى بس مخلف بالبي، وهنا كازو، وهنا البورد اوف دايركتور والسي في. مهم جدا ال20 دول نقولهم مره كمان مع بعض عشان نقفل بقى الفيديو ده على كده. يبقى انا عندي الانتربرايز ريسك مانجمنت مكون من 5 مكونات اساسيين: الكوبري اللي هم الجفرنس اند كلتشر، والاستراتيجي اند اوبجيكتيف، والبرفورمانس، والريفيو والريفيجن، والانفورميشن كوميونيكيشن اند ريبورتنج. الكوبري ده هو مكون اصلا ككوبري من 4 حاجات. الطلعايه بتاعته بتبدا من الميشن والفيجن والكور فاليو، وانت ماشي عايزينك تانتجريت مع الاستراتيجي والبيزنس اوبجكتيف فورميليشن والامبلمنتيشن اند بيرفورمانس. طبق بشكل متكامل مع دول، يحصل التكامل مع الاثنين دول، والتكامل ده يحصل بال5 مكونات: ال3 الكومن والاثنين اللي السبورت، الاثنين الناريين، علشان تقدر تحقق ايه في الاخر؟ تنهانس الفاليو
مش النت اوبريتنج انكم الفاليو، بانك تكرييت وتبريزيرف واخيرا تريلايز الفاليو. ممتاز. كل مكون من دول كان ليه كذا مبدا، هم 20 مبدا. المكون الاولاني الجفرنس والكالتشر، مكوناته 5 مبادئ اللي هم البي او دي والسي في. البي او دي ان انت تنهانس الاوفر سايت بتاعت البورد اوف دايركتور، ان انت تعرفنا الاوبريتنج ستراكشر بتاعك، ان انت تديمونستريت الديزايرد كالتشر اللي انت محتاج تشتغل بيها، وتديمونستريت الكوميتمنت كور فاليوز، وتاتراكت وتهاير الكابابل انديفيدوال. تنقل بقى على المكون الثاني استراتيجي اند اوبجيكتيف، تبدا بدراسه الكونتكست بتاع البيزنس، تبدا تبص لي على البيزنس نفسه والانترنال والاكسترنال والسوات اناليسيز، وتحدد لي الريسك ابيتايت اللي بيحددها البورد اوف دايركتور، وتشوف لي الالترناتيفز بتاعت الاستراتيجيز المتاحه قدامك عشان تقيمهم وتختار اللي تناسبك، وتروح جاي عامل فورميوليشن للاوبجيكتيفز بتاع البيزنس. اما البرفورمانس بتاع الاي ار ام ده مكون من ال5 بتوع المربع، بس بقينا مخنفين في الاخيره، بقت بورتفوليو بدل مونيتورنج، لان المونيتورنج بقى ليها ستيب لوحدها، اللي هو ايدنتيفاي الريسك واسس سيفيريتي اوف ريسك وبريورتايز الريسك وامبلمنت الريسك ريسبونس، واخيرا بورتفوليو فيو. تنقل على الريفيو والريفيجن، تبدا بالتشينج السبستانشال تشينج اللي مطلوب، والريفيو ريسك اند بيرفورمانس تفضل تراجع عليه علشان كونتينيوس امبروفمنت، واخيرا انفورميشن كوميونيكيشن اند ريبورتنج، بانك تليفرج الاي تي، استخدم اي تي بقى بكثره، وكوميونيكيت الانفورميشن انترنالي واكسترنالي، وريبورت اون ريسك كلتشر اند بيرفورمانس. وبكده يبقى السكشن ده الحمد لله انتهى، واشوفكم بريفيجن السكشن اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.